الرحمن الرحيم. احنا النهارده نزلنا عشان نأكد على ان حكم العسكر لن يستمر بأي وسيله، سواء عن طريق الانتخابات فيها تحول حواليها الشبهات يشكل حكومه وياتي برئيس يحركها هو من وراء الستار، او بإلغاء الانتخابات بشكل تام. احنا عايزين نأكد كمان على نقطتين مهمين جدا بعض الناس تفهمهم خطأ. النقطه الاولى الماده 28. بعض الناس يظن العيب في الماده 28 وينسى الحكمه اللي بتقول اعطني قاضي عادل وقانون ظالم فاعطيك عدلا، واعطني قانون ظالم وقاضي عادل، قانون عادل وقاضي ظالم واعطيك ظلما. الماده 28 ليس بها اي عوار. الفلسفه التي قامت عليها ان رئيس المحكمه الدستوريه يبقى هو رئيس اللجنه ورئيس القضاء الاداري ورئيس محكمه الاستئناف والقاضي الاول لمحكمه النصر، هي لجنه قضائيه. لكن الازمه الحقيقيه فين؟ الازمه الحقيقيه ان كل هؤلاء فلول، واللي عينهم حسني مبارك. والقانون لقد احسن المجلس الشعب عندما صنع قانون لعزل الفلول، لكن المجلس العسكري عمل حاجه غريبه، حول القانون للجنه الدستوريه العليا. لما رئيس اللجنه الدستوريه العليا فلول واصلا راجل عسكري، وتم تعيين رئيس المحكمه الدستوريه العليا بقرار من رئيس الجمهوريه على درجه وزير، فازاي هو هيعزل نفسه؟ هذه نقطة في غاية الأهمية. المطلوب من الثورة أن تطهر كل الأجهزة، كما نسعى لتطهير الشرطة والإعلام نسعى لتطهير القضاء أيضا من الفلول، لا يعيب هذه النقطة. النقطة الثانية وهي في غاية الأهمية أن الإسلاميين بيتواجهوا على كل حاجة ويتواجهوا على كل حاجة، والإخوان غيروا قرارهم وغيرها من هذه. نريد أن نوضح نقطة أيضا في غاية الأهمية. الإخوان المسلمين كانوا هم من يمارسوا العمل السياسي بما يطلق عليه الآن بالإسلام السياسي، هم كانوا الوحيدين اللي بيقودوا هذا الأمر. وقد أعلن الإخوان بوضوح العبارة أنهم ينزلوا من 45 ل 50% للحصول على 30%، وهي أقلية. كان أسمى أمانيهم أن يحصلوا على الثلث الضامن. هذا كان رأي الإخوان المسلمين الواضح والمعلن، لكن الشعب المصري كان له رأي آخر ورفض هذه النسبة تماما، واستدعى إخواننا السلفيين. إخواننا السلفيين نعلم أن هم يعني معهم في المجال السياسي قليل، لكنه استدعى الشعب المصري، استدعى إخواننا السلفيين ليستكمل بهم الإخوان المسلمين، وأصبح الإخوان المسلمين كتيار إسلامي بدل ما يحصل على 30% الشعب المصري أعطاهم 77%. الشعب المصري هو الذي أعطى التيار الإسلامي 77%. التيار الإسلامي كان يخطط لأقل من ذلك، لكن الشعب المصري هو الذي أعطى التيار الإسلامي 77%. الشعب المصري هو الذي حرم التيارات العلمانية والليبرالية لأنها لا تعبر عن هويته ولا تعبر عن كيانه، حرمهم من الأغلبية، بل حرمهم من الثلث الضامن. فأصبح الآن الشعب المصري يطلب من التيار الإسلامي بحصوله على الأغلبية وحلمان التيار العلماني من الثلث الضامن أن يتحملوا المسؤولية كاملة. الشعب طلب من الإخوان المسلمين والتيار الإسلامي أن يتحمل المسؤولية كاملة. كيف ينسلم التيار الإسلامي وكيف لا يهرب من تحمل مسؤوليات التي أعطاها الشعب له؟ لذلك كان يجب على الإخوان المسلمين والتيار الإسلامي أن يتحمل المسؤولية بطلب حكومة تعبر عن هذا التيار وعن هويته. وأيضا الشعب المصري الإخوان أعلنوا أنهم مش هيرشحوا رئيس للجمهورية، لكن الشعب المصري رفض هذا القرار وأخذ منهم رموز. كان الدكتور عبد الله مفتوح أو الشيخ حسن طلع أبو إسماعيل ليكون رئيس الجمهورية. هذا معناه ان الشعب المصري يطلب من الاخوان المسلمين ان يرشحوا رئيس الجمهوريه، والا هيرشحوا واحد من الاخوان المسلمين حتى الاخوان المسلمين رافضينه. ولو فشل هذا الشخص الشعب سيحمل الاخوان المسلمين التبع، فلم يكن امام الاخوان المسلمين غير ان يرشحوا واحد منهم ليحقق مشروعهم الذي ائتمنهم الشعب عليه والذي اختارهم باغلبيه من اجله. ليس هناك من مفر امام الاخوان المسلمين غير الخضوع لاراده الشعب المصري وللشعب المصري. اي انسان يقول الاخوان يسحبوا مرشحهم او الاخوان لا يدعموا
الشعب واوصي على الشعب المصري. والاخوان المسلمين لو ما كانوش نزلوا مرشح هم بذلك يخونون الشعب المصري. لذلك الاخوان نزلوا مرشح وللشعب الخيار. واي انسان يريد ان يكون وسع الشعب المصري سيعزله. الاخوان المسلمين كان لهم راي والشعب المصري كان له راي اخر، وخضع الاخوان المسلمين للاراده الشعبيه رغم ما ينالهم من انتقادات. يجب على الشعب المصري ان يشكر مقابل هذه.